الاوراق اللي دايما يعني في الفتره دي اي حد مثلا زي احمد عز والناس دي دلوقتي بيدوروا على ملفات الفساد بتاعتهم، عارفه طبعا هو مثلا في المكان زي مجال التحليل ده ولعوا فيه عشان يحرقوا الملفات الموجوده فيه. الداخليه، مبنى الداخليه. يعني شايفوا فيه ازاي يعني احنا دورنا ايه مثلا نساعد الحاجات دي ان هي نحافظ عليها، ان هي ناخد حقنا بمعنى اصح. ده كلام صح. ايه اللي ممكن يتعمل بحيث ان المجتمع يفضل موجود؟ لازم مؤسساتك الاجتماعيه، المؤسسات اللي احنا بنتكلم فيها زي الحزب والجماعات السياسيه والتنظيمات، دي مؤسسات سياسيه مهمه انها تكثف الافكار وتبقى اداه للتاثير وكذا، بس لازم ما ننساش المؤسسات الاجتماعيه وتبدا باللجان الشعبيه. انا من انصار انه نحافظ على اللجان الشعبيه دي ونمسك فيها ونحييها، وخليها دلوقتي لجان احياء مش مشكله. دي البذره الاجتماعيه السليمه. لجان احياء مش مهم دلوقتي ينزلوا بالخشب ويوقفوا العربيات، مش دي القضيه، لكن ما تفقدش الصله اللي حصلت لما كنا بنروح التحرير ونرجع بالليل نحمل عماره ونقابل الجيران ونتكلم مع بعض، والجيران اتكلمت معاهم كان علاقتي بيهم مش اكتر من سنه ولا سنه، بس ما كناش بنتقابل اكتر من كده. بقى فجأة بندافع عن العمارة وفي طلقة ورا ونجري بقى، عملت حاجة خلتنا نتكلم مع بعض. ده الأساس بقى. أنت محتاج لمؤسسات اجتماعية، مؤسسات يبدعها الشعب وتتغلغل قوي، وتبقى دي الضامن إن كل عضو في المجتمع هو عضو في حاجة. عشان كده لجان الأحياء هتبقى بذرة انك تعمل حكم محلي سليم وبلديات سليمه. تنظيف الشوارع بدل ما هيتم يلا بكره ننظف في حته، لا، هيبقى اسلوب حياه هتشرف عليه. كبرت شويه ومش قادر انت تروح تشتغل وتاكل عيالك وتنظف ومش عارف ايه، هتجيب البلديه وهتدفع لها وهتشرف عليها وتراقبها، وهتربي ابنك على انه ينظف معاه. ولما يجي نقطه الشرطه تتحط بعد ما يتعالجوا يعني ويتصلح البتاع ونعالج الداخليه كلها ونقطع رقبه اللي تورطوا في دم الناس ونقطع رقبه اي انسان اهان اي انسان في البلد دي، هتبقى بقى بعد كده محتاج للشرطه. هتلغي الامن بتاع الامن الدوله، هيكل تاني لقوات الامن المركزي، مش محتاج 1,200,000 يعني. لا ما عندكش يعني، انت مش في حرب، مش في حرب، تحتاج 100,000 بالكتير. لانه خدوا بقى من الاستاد لمره حصلت خناقه في قريه، شويه مسلمين ومسيحيين اغبياء شبطوا في بعض في قريه نائيه، 100,000 كفايه الضرايب، او يعني يدرسوا الموضوع. انما في الاخر اكيد مش 1,200,000 وضربناهم يعني 1,200,000 وكلوا علقه، فيبقى ايه صرف على الفاضي، يبقى احنا بنصرف على الفاضي. وساعه الجد مش هتقدر تفتح نار في الناس. احنا مش في ليبيا يعني، مش في حكم القذافي كمان اللي هو يعني اغرب واسوأ شيء حصل يعني، وكمان بيضحك يعني عمل يعني شيء الناس تتعاطف مع الشعب، شيء جنوني. لا شيء يعني ايه احقر حاجه حصلت، انه يعني حتى كمان ديكتاتور وكوميدي ومجرم وفي كل كابوس يعني، نفسك تصحى من ده وشبح الموت طالع بالشكل الاصفر بتاعه والاخضر ده يعني. عظيم الشعب الليبي، عظيم رغم ان ما سمعناش عنه اي حاجه. شعب بطل. ما هو انت كنت تسمع عن الشعب التونسي بيعمل حاجه لغايه ما اثبت بطولته. كان يعني بس الشعب الليبي عايش، الشعب المصري ما كانش عايش. كان عايش يعني ايه؟ يعني الشعب الليبي مستوى الاجتماعي يعني لا شوف التقارير الاخباريه اللي عنهم. بالعكس البحرين فيها لا في شعب بتدفع فلوس ليه كانت طول الوقت في تغذيه منظمات ارهابيه بره البلد، وده معروف مش مخفي. تغذيه دول تانية، منظره في حاجات تانية. لكن لا طبعا الشعب الليبي ما كانش عايش مستريح بالمقارنه بما لديه من امكانيات وبترول وبتاع. بالعكس في ناس بتعاني، في ناس بتعاني كتير جوه ليبيا. الفكره في انه
احنا كنا واخدين فكره عن التوانسه وعن الليبيين مش ايجابيه، وهم كانوا واخدين فكره عنك مش ايجابيه، واحنا كلنا واخدين فكره عن الخليج، الشباب يعني اللي في الخليج او شعب الخليج مش ايجابي. المحك هو الموقف اللي بيحصل، سديت فيه ولا لا؟ قمت دافعت عن عيالك ودافعت عن شرفك ودافعت عن كرامتك وعن امك وابوك ولا سبت الناس دي وجريت؟ قمت سندتي الراجل وهو بيقع وبينهار وعي ولا ركبتي اول طفطف؟ يعني كل واحد بيثبت جديته وجدارته بالاحترام في المواقف الاستثنائيه اللي دي. انت صاحب من 40 سنه بس ساعه الجد طرت. فعشان كده انا رايي ان هو مهم قوي الثوره العربيه الشامله اللي بتحصل دي، انها بتصلح كمان دماغنا عن بعض. كل الناس دي هتستحق الاحترام وهتغرز نفسها في تاريخ البشريه غصب عن قوى الامبرياليه العالميه. هيحترمك بقى غصب عنه. هيحترمك غصب عنه. والشعوب بتاعت الدول الامبرياليه اللي مضحوك عليها دي نفسها هتبدا تنتبه انه هنا في شعوب تستحق الحياه بكرامه. اخر حاجه بقى يا استاذ خالد، ايه رايك في طرائق الثوره الراجل اللي ورا عمر سليمان؟ بص احنا شعب دمه خفيف وده جوه النكته عامه، يعني كان بيطلع الرئيس يقول خطاب تلاقي النكت جايه في ساعتها. نكته وراها. انت شعب دمه خفيف يا جماعه. ناس رايحه تتصور قدام الدبابه وهي يعني الستايل بتاعنا في حظر التجول ان كلنا بننزل في حظر التجول. ده ستايل بتاعنا في مصر الحقيقه. كل حظر تجول بننزل كلنا الشارع ونركب الدبابه ونبوس العساكر ونعمل كده ونتصور جنبهم ونكتب على الدبابات اللي جايه بتاع الحرس الجمهوري يسقط مبارك. ده الستايل بتاعنا. فلازم نحترم الستايل بتاعنا. يعني لما قال لك احنا التحرير بيتحول الى كرنفال وبتاع، ليه لا؟ وحرام الناس عايشين ليه لا؟ ما انت شعب بتعمل ثوره لانك تريد الحياه مش لانك تريد الموت. فدي نقطة مهمة، احنا بنعمل الثورة عشان نريد الحياة ونحب الحياة، لكن في نفس الوقت ما عندناش استعداد عشان بنحب الحياة خلاص استحملنا كتير مش هنتذل بقى عشان بنحب الحياة. وده اللي انتوا فجرتوه ومشي وراكم كل اللي مؤمن بده وما كانش عنده القدرة، ودي اللي نحافظ عليها طول الوقت. حضرتك تقول لي رساله مثلا للناس اللي هم دلوقتي بيبقى في الوقت اللي احنا فيه ده بيدعوا للاستقرار، اللي احنا دلوقتي نستقر وان عشان الدنيا تهدى بعد كده نطالب بالحكم ونطالبنا ان احنا نناقص كده. المسميات هقول لهم ان المسميات مضلله، لانه في لحظه معينه كانت الدعوه للاستقرار هي دعوه لاستقرار الظلم، لاستقرار الوضع الخطأ. انت عايز تغير، يعني حد مثال صغير، واحده طلعت على الفيسبوك حرام عليكم هتدمروا البلد، انتوا عايزين ايه بالظبط وبتاع، انا ابني بياخد فاليوم، يعني هتوقف تاريخ عشان ابنها لما سمعت. انا متعاطف مع ابنها ومتعاطف مع الفاليوم كمان، يعني انما القضيه ان في شعب بيبني تاريخه واتخانقت جدا، قالت هتفضل امتى الثوره دي؟ العيال عندها مدارس. انا دي بس انا وقفتني. بص بقى هنا قمه الاستقرار. طيب احنا بنعمل الثوره دي علشان يبقى في تعليم كويس، عشان المحروس ابنك اللي هو بيدفع دم قلبكم فيه ويتعلم غلط يتعلم صح. يبقى احنا هنا مش عايزين نبقى سطحيين ونقول انه مهم الاستقرار. لا طبعا الاستقرار مهم على ارضيه سليمه، استقرار العدل، استقرار الحريه، استقرار الكرامه، لكن استقرار الظلم، استقرار القمع، استقرار الفساد والتعليم البايظ والعلاج البايظ والطبقيه البغيضه اللي ما فيهاش اي اساس من العداله، مين اللي هيوافق على كده؟ الا اذا كان له مصلحه او زي ما قلت خايف يحلم بالخروج من العبوديه.
احنا عايزين نشكرك الاول على ان انت شرفتنا النهارده. الله يخليك. انا وان بشكرك. انت يعني من الاسماء بتاعت الناس اللي كانت متوقعه ان هي هتيجي، يعني احنا كنا مستنيينك هناك في التحرير، كنا عارفين ان في فنانين هيسجلوا مواقف معينه، كنا عارفين ان اكيد هيبقى خالد الصاوي. يعني الحمد لله ونتمنى اننا نكمل مشوارنا، لانه مشوار نسبيا طويل، بس ان شاء الله مع سرعه العصر ومع الحماس العظيم اللي انا شايفه، اظن انه هتبقى اقصر من كتير من المحللين توقعوها وقال لك سنوات، من يبقى نفسنا طويل. بس انا تقديري انه ان شاء الله هتاخد اقل من كده لو عرفنا بس نلاقي الجسر اللي يخلينا نحط قواعد اللعبه الديمقراطيه ونلتزم بيها ونعمل عقد اجتماعي جديد، وربنا يوفقنا يا رب.